النهاردة هنتكلم عن سلسلة مفاتيح القلوب. ايه هي سلسلة مفاتيح القلوب؟ اول مفتاح الاهتمام. ازاي يكون الشخص في اي علاقة انسانية مهتم باللي قدامه، مهتم بتفاصيله، عايز يعرفه كويس، فده اهتمام. والاهتمام يا جماعة بيطلب على فكرة. سلسلة الأمان والطمأنينة، إن أنا أكون مطمنة للي قدامي، إن أنا أكون في أمان، إن هو ما يفهمنيش غلط، إن هو يفهمني صح، إن أنا أكون مطمنة له في أفعاله وأقواله أيا ما كانت العلاقة الإنسانية. تالت مفتاح التفاهم. قد إيه المساحة المشتركة بيننا فيها تفاهم، فيها تعبير عن كل وجهات النظر اللي قدامنا. عشان في حياتنا يا جماعة لو حصل أي خلاف أو أي مشكلة، يبقى في مساحة للتعبير عن المشكلة دي، وإن احنا نقدر نحلها من غير ما الموضوع يتفاقم ويكبر. رابع حاجة يا جماعة، الراحة. سلسلة الراحة. ازاي أنا مرتاحة وحاسة إن أنا يعني في العلاقة دي وأنا براحة نفسية، باطمئنان، بسلام، بحب. مش عايزة أشرح نفسي، أنا مفهومة صح، أنا مرتاحة، أنا حاسة براحة نفسية واطمئنان وسلام نفسي وهدوء. هو ده المطلوب إثباته في أي علاقة إنسانية، الراحة. خامس حاجة بقى، إن أنا أكون مع ناس هينة لينة، هينة لينة، قادرة تفهم المواضيع صح بطريقة صح، قادرة إن هي تكون هينة في كلامها، لينة في طريقتها. حرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، ويدخل الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة إناس أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قد إيه ناس طيبة، ناس حلوة، ناس عشرتها فيها سلاسة، فيها لين، ما فيهاش عصبية وندية ونرفزة وطريقة غريبة. لا، الحنية يا جماعة. قد ايه في اي علاقة انسانية، علاقة اسرية، علاقة زواج، علاقة صداقة، الحنية مهمة جدا. سحر الحنية واهل الحنية. الحنية رزق. الحنية قد ايه لما تقابل ناس هينة لينة حنينة، ده رزق ليك في الدنيا. هم دول اللي بيخلوا لحظات التعاسة إلى لحظات سعادة، لحظات التشتت إلى لحظات تركيز، لحظات اليأس إلى لحظات فيها أمل، فيها تفاؤل، فيها طاقة إيجابية. بيملوا القلب دفى، بيملوا القلب، والأيام بتكون سهلة، الأيام بتكون ما فيها ضغوط، بس الضغوط قادرين نحلها لأن إحنا سهلين، اخدين الدنيا بتفاؤل، اخدين الدنيا بطاقة ايجابية، اخدين الدنيا بسلاسة. قد ايه وانت في اشد حالاتك بيقدر الشخص الهين اللين اللي عنده حنية يحتويك، يخرجك من الحالة اللي انت فيها. هو ده المطلوب اثباته. يبقى اللي عنده حد حنين ده رزق. الناس الحنينة الهينة اللينة ده رزقك في الدنيا. حافظوا عليهم يا جماعة. يبقى عرفنا سلسلة المفاتيح بتاعتنا فيها ايه؟ فيها الاهتمام، فيها الاطمئنان والامان، فيها التفاهم، فيها الاحتواء، فيها الراحة، فيها الهين ان احنا نكون هينين لينين، فيها الحنية واهل الحنية الحلوين. كان معاكم كوتش ايمان محمد، كوتش علاقات، على صفحة الوعي حياة يوتيوب. يا رب اكون قادرة اوصل لكم وقادرة اوصل لكم ان القلوب مفاتيحها سهلة، بس اللي يفهمها كويس. عشان كده الفهم الصحيح مطلوب في كل العلاقات الانسانية، ان احنا نكون مفهومين صح وبيننا لغة للحوار ولغة للكلام. شكرا ليكم واشوفكم بخير وعلى خير.